السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزة اقول لكم معاكي قلاية، معاكي حبة زبدة، معاكي الطبق السيليكون ده، يعني هتعملي اجمد واعظم طبق اومليت. بصي ما كلتوش قبل كده، ولا بيلزق، ولا مثلا لو انت مش عندك تيفال، او انت مثلا لو عندك هتستغني عنها اصلا ما دام عندك الطبق السيليكون وعندك القلايه. تمام. هتحطي مكعبين زبده مع حبه زيت وتسخنيهم شويه دقيقتين 3 في القلايه، ويطلعوا تروح حاطه بقى anyway بقى اللي انت عايزاه، ارمي في الطبق اللي انت عايزاه يتحط جنب على البيض. زيتون بقى، جبنه رومي، لانشون، جبنه موتزاريلا، اي حاجه انت عايزاها بتحطيها في البيض حطيها. تمام. انا كان عندي حبه لانشون على قطعتين جبنه رومي، حطيتهم ورحت حاطه عليهم البيض وحبه ملح وحبه فلفل ودخلتهم. عايز اقول لكم هتنبهروا، والله هتنبهروا من النتيجه. حلوه قوي، جربوها. تمام. عايزه اقول لكم اللي انتوا لو عايزين تحافظوا على القلايه، او انت مثلا لسه شاريه القلايه بتتفرجي عليا ولسه شاريه القلايه، لازم تجيبي الحاجات دي، اللي هو الطبق السيليكون ده والمفرش السيليكون، علشان لو عايزه تشوي حاجه وكده ما الشبكه ما تتبهدلش والحله ما تتبهدلش من الدهون، فتيجي تغسليها فايه تلاقيها قشرت معاكي. فاحنا بنحافظ على الحاجه بقدر المستطاع، بحيث اللي ايه، طبعا انتوا شفتوا الاسعار عامله ازاي. فبإذن الله اللي جابها ربنا يعني يبارك له فيها ويحاول الحفظ عليها على قد ما يقدر. تمام. هنا بحط حبة ملح وحبة فلفل اسود وهتحطيها في القلاية. لو انت وصلتي معايا لغاية هنا في الفيديو، بتمنى ان انت تدوسي لايك وتشتركي في القناة، صدقيني هفيدك. ولو في اي كومنت انت عايزة تعرفي حاجة عن القلاية، تمام، ابعتيلي وانا هرد عليكي على طول. انا هنا عامله اصلا درجه الحراره على 200 اعلى حاجه، بيض يعني، فاهمه؟ فبعمله اعلى حاجه وما بياخدش يعني. بصوا رهيب بقى، حاجه كده عظمه. بصوا عامل ازاي اصلا، تحفه ما شاء الله، وطالع ولا لازق ولا اي حاجه في الطبق السيليكون. انت اكنك مثلا جبتي طاسه تيفال. بص عامل ازاي، والله تحفة قوي يعني، ما شاء الله اكبر. انا اول لما جبت الطبق ده قلت هو يتعمل فيه البيض والكيك هيبقى عظمة. اتمنى اللي هو يبقى يعجبكم وتجربوه. تمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.